بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات أخيكم الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري. في هذه الحلقة إن شاء الله هتكلم عن أهم الاستخدامات بتاعة عشبة الجينكو بايلوبا وأهم المحاذير بتاعتها أيضا، ومع مين من المرضى لازم ناخد بالنا. أهم الاستخدامات وأهم المحاذير ومع مين من المرضى لازم ناخد بالنا، وأهم الأمراض اللي هي بتتوصف فيها لما بتكون في صورة كبسول، لأنها بتتكتب أيضا في روشتات الأطباء لأنها موجودة في صورة كبسول بيحتوي على نفس هذه العشبة، تمام، أو على خلاصة هذه العشبة. أولا أتمنى أنك أنت تكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وياريت تكتب تعليق، وده دعم للقناة، وأيضا عشان فعلا المعلومات اللي بيحتوي عليها الفيديو ده مهمة جدا، وفي كثير من الناس بتخطئ فيها، بل إن في ناس كتير من العاملين في المجال الطبي اللي بيوصفوا الجينكو بايلوبا مش بياخد باله من هذه المحاذير. وأنا جايب المنتج ده الجينكو بايلوبا كده بالاسم كمثال زي ما بكرر لحضراتكم، لكن مثلا ممكن تلاقي حاجات تاني زي التبيبينا فورت وحاجات أخرى أسامي تجارية مختلفة أيضا بتحتوي على الجينكو بايلوبا، سواء جينكو أو جينكو بلس أو تبيبينا فورت أو ما شابه ذلك من الأسماء. هذه العشبة تسمى الجينكا أو الجينكو بايلوبا أو الجينجو بايلوبا أو الجينكو ذو الشقين أو ذو الفصين أو شجرة المعبد. ده أسامي العشبة نفسها لو أنت هتشتريها كمادة خام يعني كده بالبودرة بتاعتها اللي بتستخلص من الأوراق من عند العطار، تمام. وأيضا بتوجد في صورة كبسولات وفي صورة بودر زي المعلب زي الشاي، لكن في النهاية نفس الخصائص ونفس الاستخدامات، تمام. اشهر الاستخدامات بقى بتاعتها واللي بتتكتب لها علاج يعني تقوية الذاكرة، وبتستخدم في علاج الزهايمر وعلاج الخرف، تمام. ايضا ممتازة جدا لتساقط الشعر لانها بتغذي بصيلات الشعر من ناحية انها بتوصل الدم لجميع او بتغذي الدورة الدموية، بتغذي بصيلات الشعر وبتوصل لها الدم بتحرك الدم والدورة الدموية، بتديها سبورت كده في الجسم، فبالتالي بتوصل الدم لبصيلات الشعر بشكل كويس. ايضا بتعالج الشعر وتساقط الشعر من ناحية انها بتستخدم في علاج القلق والتوتر بصفة عامة، والناس اللي عندهم تساقط شعر بيبقوا أكتر ناس عندهم قلق وتوتر، وأحيانا القلق والتوتر هو اللي بيكون سبب في تساقط الشعر عندهم. أيضا بتعالج الضعف أو بتتكتب أو بتستخدم ضمن الخطط العلاجية لعلاج الضعف الجنسي، مش فقط للرجال ولكن أيضا للسيدات، ولكنه لأنها بتحارب القلق والتوتر والعصبية. بتستخدم أيضا عند كثير من الأطباء أو بعض الأطباء بيستخدموها في التبول في الفراش. أيضا بتستخدم بكثرة، ودي الحتة اللي فيها المحاذير اللي أنا هقولها، علاج طنين الأذن. طنين الأذن بتستخدم في علاج طنين الأذن خاصة في كبار السن، فلازم نخلي بالنا، وهقول لكم نخلي بالنا من إيه لما أوصل للمحاذير. أيضا مهمة جدا لمتلازمة ما قبل الحيض، الناس اللي مزاجها أو السيدات اللي مزاجها مش بيكون رايق بتتأثر بصورة، طبعا كل السيدات بتتأثر، ولكن هناك كثير من السيدات بتتأثر بدرجة كبيرة جدا في الأيام اللي قبل الحيض ومتلازمة ما قبل الحيض من العصبية والتوتر والألم وكل هذه الأمور. ولكن استخدام هذه العشبة سواء في صورة كبسولات أو من عند العطار مفيد جدا لتهدئة هذه الأعراض، تمام. طب إزاي نستخدمها؟ نستخدم
الجينكو بايلوبا أو هذه العشبة، إما عن طريق كبسولات اللي بتبقى جاهزة في الصيدليات دي، ودي بتستخدم جرعة من 120 ل 240 ملي جرام، بيتاخدوا على مدار اليوم، تمام، من شهر ل3 شهور، من شهر ل3 شهور، يعني لازم ما يكونش أقل من كده. أو بنستخدم البودرة بتاعتها أو الشاي، وطبعا يفضل عملية الاستخلاص هنا أو الاكستراكشن بتاعتها عن طريق النقع مش الغلي. يفضل إن أنا أنقعها من بالليل وأشربها أو أحضر مشروب، ده هنبقى نقوله في فيديوهات منفصلة. الفئات الممنوعة: الأطفال والمرضعات والسيدات الحوامل، والناس اللي بياخدوا حاجة لسيولة الدم، والناس اللي بياخدوا دواء مهدئ زي البرازولام، والناس اللي بياخدوا مضادات الاكتئاب من مجموعة السيروتونين ري ابتيك انهبيتور، مجموعة السيروتونين الانتقائية، الناس اللي بياخدوا الايبوبروفين. اغلب الناس، ودي المحاذير بتاعتها، واهم شيء في المحاذير خلي بالك من كبار السن بالذات، او الناس اللي عندها ضغط، والناس كبار السن اللي بيكون عندهم طنين في الاذن اللي بيتكتب لهم هذا الموضوع، لانه دكاتره الانف والاذن بيكتبوها بكثره لهذا الموضوع. وغالبا الشخص ده او المريض ده بيكون بياخد اسبرين او بياخد اي نوع من مميعات الدم، سواء هو بياخده للوقايه او هو عنده مشكله في القلب والدكتور كاتبه له، فهي بتعمل نفس التاثير ده، نفس التاثير بتاع مسيلات الدم. يعني انت بتاخد ريفو ما تاخدهاش، بتاخد اسبوسيد ما تاخدهاش، بتاخد اي اسيتال ساليسيليك اسيد ما تاخدهاش. ده اهم حاجه. ليه انا بحذر بالتاكيد على الناس اللي عندها طنين في الاذن؟ ان هم بتتكتب لهم بكثره، وغالبا دول بيكونوا بياخدوا اسبرين او جوسبرين او اي اسيتال ساليسيليك اسيد او اي مميعات للدم. فيا ريت ناخد حذرنا او نخلي بينها ما بين ده وقت مش اقل من 3 إلى 8 ساعات. ده كانت اهم المعلومات اللي عن عشبة الجينكو بايلوبا، سواء موجودة في صورة كبسولات او من عند العذارة او ايا كان اسمها اللي انت عارفه عنها، شجرة المعبد، زلف الصيم، الجينكو بايلوبا، الجينجو بايلوبا، زي ما انت اي اسم تجاري، ولكن اعرف انها الجينكو بايلوبا. دي اهم الاستخدامات بتاعتها وطرق استخدامتها، والجرعة من شهر ل3 شهور، مش قصة استمر عليها 10 ايام وبس او اخدها في يوم وهستنى الطاقة منها، لا. وعرفنا المحاذير بتاعتها، وعرفنا اكتر تخصص بتتكتب فيه سواء في صورة كبسولات، بتتكتب في صورة كبسولات غالبا. فبالتالي يا ريت نخلي بالنا من الحاجات دي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وده دعم للقناة، لأن العبد الفقير إلى الله بيتمنى أنه يوصل كل هذه المعلومات إلى كثير من الناس. والفيديو ده بيكون بعد التأكد والرجوع للمصادر العلمية للمعلومات اللي بيتم تقديمها من خلاله. ومرحبا بأي حد عاوز استشارات عشبية أو دوائية عبر الواتس، هكتب لكم في صندوق الوصف، ويا ريت بس يحجز قبلها بأجر مقبول جدا. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.